صوتي قولوا لفرنسا حنا مالناش مراركه باش نتفاهموا، حنا الجزائر نحبوه. مع فرنسا. اختك على اخت فرنسا، على اخت ماكرون، على اخت المانيا، على اخت ايطاليا، على اخت اسبانيا، على اخت بلجيكا، على اخت اوروبا، من اصغر دوله لاكبر دوله. هذا هو الشيء اللي علمتك هو فرنسا؟ هذا هو الشيء اللي علمتك هي فرنسا؟ يا حيوان، ما اصلا اوروبا مو بس فرنسا، اوروبا كلها تنظر لك نظرة انك انت عربي، انك انت عربي مضطهد، عربي مضطهد. لسه لحد الان اوروبا بتحكم فيك، فرنسا بتحكم فيك، لحد الان فرنسا بتحكم فيك، وبتنظر لك انك انا عربي، وانت عايش في اوروبا، وانت عايش في اوروبا. ها، الكلب احسن منك، الكلب احسن منك عند الاوروبيين. انت مجرد عربي ما تسوى شيء. عرفت شنو هو انت؟ انت مجرد عربي. انا كسوري، انا كسوري، ها، سوري، نموت على هاي الراية. علاش؟ لانها راية عربية ومسلمة. قول الفرنسا مناش مراركة. ليش المروكي يتشرف بيك انت؟ المروكي يتشرف بيك. لك يا حيوان، يا حيوان، لك لو بس تتذكر فرنسا ايش سوت فيك، ايش سوت فيك، والله ما تطلع تقول هذا الكلام. لو تعرف، لو بس ترجع التاريخ وتشوف فرنسا ايش سوت فيك، ما تحكي هالكلام. فرنسا لحد الان حاكمة فيك، لحد الان حاكمة فيك، ولحد الان موتك من الجوع. انت موتك من الجوع. انت لو كنت شريف ما تخلي بلادك وتروح على اوروبا، كنت ضليت ببلدك، ما تطلع على اوروبا، تطلع تحكي على تحكي على المروك. لك انت، لك المروك دولة عربية، المغرب دولة عربية، دولة عربية مسلمة، مسلمة، دولة مسلمة، تطلع تسبها وتحكي على المروك. اوروبا ايش سوت لك اوروبا؟ هذا هو تفكيركم؟ مشان هيك بدكم تروحوا على اوروبا؟ هذا هو تفكيركم؟ مشان هذا الشيء بدكم تروحوا على اوروبا؟ هذا هو الشيء اللي علمتكم هي اوروبا؟ هذا الشيء اللي علمتكم هو اوروبا؟ اوروبا، اوروبا ما يحبون العرب، ما يحبون العرب ويكرهون العرب. لو بس ترجع للتاريخ، ترجع للتاريخ، العرب حكموا اوروبا، والاسلام حكمت اوروبا، وكل التطورات هلا شوف كل الشيء اللي عم يطلع من اوروبا اساسه عربي. وين كانت اوروبا لما كانوا العرب، لما كانوا العرب هم كل شيء؟ وين كانوا لما كانوا يخترعوا الطب؟ اساس الطب خرج من العرب، اساس الطب خرج من العرب، اساس الاختراعات خرجت من العرب. وين كانت اوروبا في هذاك الوقت؟ جاي انت تحكي لي هلق على اوروبا؟ انا بس اريد شغله واحده افهمها، افهم شغله واحده. انا سوري، اوكي، اقسم بالله طلعت من بلدي غصب عني، غصب عني طلعت من بلدي وجيت على تركيا. اقسم بالله العظيم جيت على تركيا غصب عني، لانه ما لقيت دولة عربية ثانية اروح لها، ما لقيت دولة عربية ثانية اروح لها، اضطريت اني اجي على تركيا. وحد الان ولهذا الوقت لوني الاقي دولة عربية تستقبلني، اقسم بالله ما اظل بتركيا، اقسم بالله ما اظل بتركيا، وما اروح لاوروبا انا. واذا جاب بيوم من الايام، اذا جاب بيوم من الايام اضطريت اني اروح لاوروبا، راح اروح لها لمصلحة فقط، لمصلحة بس، لحتى اوصل لاوروبا، ومن اوروبا اروح للمغرب، اروح للمغرب، من اوروبا اروح للمغرب. هذه هي مصلحتي فقط مع اوروبا. انا اذا اضطريت اني اروح لاوروبا بيوم من الايام راح اروح كرمال هذا الطريق فقط، اروح لاوروبا مشان ادخل للمغرب. انت جيت تجي هلا تسب المروك. والله مو لاني سوري بحب المغرب بحكي، بس لانه كلامك يجرح في القلب، يجرح في القلب. انت عربي، والمروك دولة عربية ومسلمة. تفضل فرنسا على المغرب؟ حاشا انك تكون انت حاشا انك تكون جزائري، حاشا انك تكون انت عربي. انت اصلك مو عربي، انت اصلك فرنسي، يمكن ابوك فرنسي،
ابوك فرنسي انت. هلق بيطلع لي واحد جزائري وبيقول لي انت عم تسوي فتنة. انا ما عم بسوي فتنة، وانا ما عم بدافع عن المغرب لاني بحب المغرب. المغرب عنده رجال تكفيه انه يدافعوا عنه، بس انا عم بدافع عن هاي الراية لانها راية عربية ومسلمة. تمام؟ لهذا السبب. مو بس هاي الراية، بدافع عن جميع الرايات العربية المسلمة حتى يكون بعلمك. حتى الراية الجزائرية أحيانا بحطها وأنا بفتخر بالراية الجزائرية، بفتخر فيها لأنها راية عربية ومسلمة. بس دنسوها هذول الناس اللي لابسين هاي الراية، دنسوا الراية الجزائرية. هذول الناس دنسوا الراية الجزائرية ووسخوها. لا يطلع لي واحد يقول لي انت سوري وانت كذا وانت ما لك علاقه بهاي الموضوع، انت جزائريين. بعرف هذا الشيء، رح يطلعوا ويحكوا، ما رح يسكتوا. والشيء اللي يقهر اكثر انه يطلعوا ويحكوا انه الماروك مطبعه مع اسرائيل، ما انتوا اصلا الجزائر مطبعه مع فرنسا. وفرنسا ماكرون يهودي، ودولة فرنسا دولة يهودية وماكرون يهودي. وفرنسا وماكرون هو أول داعم وأكبر داعم لإسرائيل. إيش الفرق؟ نفس الشيء. أنت مطبع مع دولة عم تدعم إسرائيل، وهي دولة يهودية وعم تدعم إسرائيل. والمغرب مطبع، والمغرب أصلا طبعت لحماية القدس، لمصلحة القدس ولحماية القدس ولحماية الشعب الفلسطيني. لحتى تعرف روح احكي للدول العربية الثانية اللي مطبعة مع فرنسا. ليش تيجي تروح تلف الدنيا هيك وتجي على المغرب بس لأنه أنت في مشاكل بينك وبين المغرب؟ بكفي. الصلاة أقسم بالله شوهتوا راسكم، والله العظيم. أنتوا الجزائريين أقسم بالله أنتوا اللي شوهتوا راسكم، أنتوا اللي فضحتوا راسكم. كل فترة الناس تقول عنكم إنه خلص، يعني إنه الجزائريين أوكي. لما الناس إنه تشوف صورة حلوة عنكم ما تطولوا فترة بسيطة تزيدوا تطلعوا الصورة الوسخة أكثر. أنتوا اللي فضحتوا راسكم على فكرة، أنتوا اللي فضحتوا راسكم. مع احترامي للجزائريين الأحرار، إنه كاين موجودين جزائريين أحرار بيرفع فيهم الراس، بس مع الأسف رئيسكم وأنتوا اللي وسختوا سمعة الناس اللي بحال هذول، بشكل هذول. أنتوا اللي وسختوا سمعة الجزائر مع الأسف. تحياتي للمغرب وشعب المغرب من ابن سوريا، ونموت على هاي الراية. تحياتي للملك محمد السادس أمير المؤمنين.